اخ اخ يا الله اخ وجعني اسنان برجع. طيب شو حاسس يا خيي قل لي؟ شو حاسس؟ شعور انك عم تخلف 4 اولاد سوا بس عم يطلعوا من مثلك، واخر شي بقول لك شو روح على دكتور الاسنان، ما هو اذا تلقط فيك بحق. بعد ما كسر لي سني مجد بحثنا على الانترنت عن دكتور اسنان يكون شاطر وايده خفيفه، لقينا عيادة الشام ميديكال سنتر بالشارقة، فغيرت اوعية ولبست طقم البقرة الضاحكة وطلعنا من البيت. بترككن مع فقرة مراية الاسانسير، وقفنا تاكسي وطلعنا معه سمعنا اغاني لحتى ننسى وجعنا. نزلنا من التاكسي بعد ما وصلنا على محطة المترو وعملنا تشيك ان وانتبهنا لراسنا ونحن نازلين. ما بعرف مين قايل لمجد انه طوله مترين ولازم يطم لما يطلع من باب المترو، بس المهم انه مجد صار يعرف يطلع على درج الكهرباء. او لا. وصلنا على محطة الحافلات وطلعنا بالحافلة وقعدنا بالطابق اللي فوق مشان نظرتنا الفوقية، وشفنا طيارة فاشتقنا للوطن. عم نمزح. وصلنا على المكان اللي بدنا ننزل فيه وكبسنا كبسة برياحنا. مع مين رح نبلش بالأول؟ مجد بالاول. مبين عليك أنت موجوع أكثر. يلا تفضل على الكرسي. انت عندك اي استفسار تفضل اجاوبك عليه؟ دكتورة فيك تطفي الضوء؟ بين عليك موجوع. هلق مش بيقولوا يلي بيبكي بيرتاح؟ بلى. طب فيها مشكلة إذا نزلوا دموعي؟ فتحت أمك؟ أكثر شوي؟ كمان أكثر شوي. قول هلق إذا بدي أعمل هوليوود سمايل قديش بتكلفني؟ لل20 سنت 8000. 8000 سوري ولا درهم؟ اكيد درهم. طب فينا نعمل واحد بواحد؟ والله معلش سؤال كمان. تفضل. هلق أنا قالع درس هون، إذا بدي أزرع محله بس صغير، قديش بدي وقت ليكبر؟ يلا وها فادي خلص، نرجع بنشوفكم.